الليلة كاتبو باش ماركيها شدها لي وقفتي. يو رجوله معكم حلقة جديدة من حسابات وعقبات. جولة الأولى عملنا 69 نقطة براتيكمون حق جولة باهية على الآخر، من أفرج 54 نعمل 69، يعني جولتنا الأولى ناجحة. أبار ويست هام وبيساكا وبوين اللي عملتوه معايا ما يعملوش عدوه مع عدوه. تنجم تقول النقطة الكبيرة إنه الفرق الصعود جولة الأولى بداوا بقوة. ليدز ساندرلاند باش يصعبوا علينا فانتازي سني ابارامون. نصايحي يتسمعوا ولا قلت لك جيب جابو باش يماركي ماركا، ولا قلت لك راهو باش يماركي. كابيتان صلاح يلزم كابيتان صلاح الجوله الاولى. هالاند قلت هالاند الجولات الاولى لازم يكون موجود. انديفين اكيد خذ الكليشيت بتاعو. سانشيز جارديان جوست قاعد ثم جوالات كيما بوم ولعب مليح، لكن ما ماركيش. داوش بيري هال ايفرتون اصلا ما ظهرتش. وسورتو بالنسبه لي انا دي كويبر اللي كان كلين شيت سي بون الدقيقه 97 ليني ماركي رودريغو مونوز بونتو يحرمني من كلين شيت نتاع دي كويبر. والله هذيك غلطتني برسمي. وفي البنك عندنا ريتشاردز كيف عمل كلين شيت. نذكركم بالليج نتاعنا تلقاو الكود قدامكم. جوينيو يا جماعه، راهو شهر اوت مبلع حقيقه، شهر اوت مبلع. برشا عبيد قرا في المرتبه الاولى. اجا تلقاو هنا ترتيب العشره الاولى، تلقاهم كلهم قراب ل 20 30 الاولى، الكلهم قراب لبعضهم في الترتيب. دونك جوين الليج نتاعنا. عندك لازمك تفولويني وتفولوي باج كواترو السبونسور نتاع الليج نتاعنا شهر اوت. يا صاحبي راكم قراب على الاخر في المرتبه الاولى. لو اي واحد بالرسمي ينجم يربح الكواترو ويجي الاول شهر اوت. دونك قبل ما نبدا التشكيله نتاعي للجوله الثانيه باش نعطي اهم النصائح بالنسبه لي انا. راهو ما تخافش جبت 50 بوان 60 بوان في الجوله الاولى، راهو عادي على الاخر. الجوله الاولى نورمال برسمي نورمال، سورتو انه اغلبيه الناس شغلوا كالبنش بوست وكل شيء، دونك كالافرج طلع وكل شيء، دونك راك في ال 50 60 جوله الاولى راهو عادي على الاخر. ثاني حاجه ما تبداش تبيع في الجوالات وتجيب في الجوالات من الجوله الثانيه، مازال بكري. اصبر على جوالاتك. انت في الاخر الكل جبت كل جوال في البوست نتاعو، انت مقتنع بكل جوال فيهم، مش من الجوله الاولى باش تبطل. فهمت شنو هو؟ يعني بار اكزومبل العكس زاده، ما تبداش تجيب في الجوالات يتالقوا الجوله الاولى. يعني رايندرز يتالق الجوله الاولى مش بالضروره يتالق الجوله الثانيه. كيف جابو كيف قدوس كيف برشا جوالات يتالقوا الجوله الاولى مش بالضروره يتالقوا الجوله الثانيه. العكس، واتكينز ما عمل حتى شيء الجوله الاولى، بوين ما عمل حتى شيء، بالمر برشا جوالات ما عملوا حتى شيء. فيرتس معناتها ماهوش بالضروره سي بون في، معناتها ينجم الجوله الثانيه يبدا يخدم. جيوكيرس ينجم الجوله الثانيه يبدا يخدم. دونك انت الجوله الثانيه استحفظ على ال 15 اللي عندك، انت ما تستعملش في الشونجمون نتاعك وقتها، ونبدا نحكي في الشونجمونات من الجوله الثالثه. من غير ما نطول عليك ندخلوا مع بعضنا لتشكيلتي للجوله الثانيه. كيما ديجا قلت لك ظاهر لي انا واضح لي انا عملت حتى شونجمون نتاع ترانسفير جوست ال 15 اللي عندي باش ندور بيناتهم. في حراس المرمى باش نواصل مع سانشيز وتشيلسي. هجوميا الحق الجوله الاولى ما وراوش حاجه كبيره، ممكن هذا كريستال بالاس فريق منظم بالكدا، ولكن تشيلسي دفاعيا ورا اللي هو فريق منظم بالكدا. والماتش الاول كان يقعد يلعبوا 4 ايام، تشيلسي كانت ما تقبلش بونتو، يعني دفاعيا كانت منظمه. كونتر ويست هام اللي الحق ما بداتش بدايه باهيه الجمله. الحق ويست هام من نقاط الاستفهام اللي عندنا، ما بداتش بدايه باهيه الجمله. دونك سانشيز متوقع انه يكون احسن خيار تاع حراس المرمى. قلت لك ديجا في الفيديو الفايت، نتوقع سانشيز حتى كليشيت ينجم يكون موجود حتى في الجوله الثانيه. بالنسبه للدفاع هو وين عملت التغييرات نتاعي. باش نقول لك الجوار اللي استحفظت به من الجوله الاولى والجوله الثانيه اللي هو باش يكون دي كويبر مدافع برايتون. ماتش كونتر ايفرتون ما ورش حاجه كبيره. برايتون الحق كورت ماتش باهي. دي كويبر عمل ماتش ماهوش خايب تفرجت فيه. بونتو في دقيقه 97 حرم كل شيء، حرم كليشيت، حرم ماتش باهي على برايتون. في الاخر بالكل دي كويبر كونتر ايفرتون نتوقع يكون شوا باهي ماهوش خايب. هجوميا قاعد يعطي، دفاعيا تنجم برايتون تعمل حاجه. دونك دي كويبر. نجي لزوز مدافعين اللي ما استعملتهمش الجوله الاولى باش نستعملهم الجوله الثانيه. نبداو مع بعضنا بريتشاردز مدافع كريستال بالاس. الماتش كونتر نوتنغهام المش سهل الجمله، اللي عكس البريسيزون اللي ورانا وجه خايب على الاخر، بدايه قويه برشا في البطوله. ولكن ريتشاردز باش يلعب كونتر نوتنغهام على ارضه وفي بلاده في كريستال بالاس في بلادها معروفه فريق صعيب برشا، ديفونسيفمون قويه. دونك نتوقع ريتشاردز ينجم يعمل حاجه وينجم يحقق كليشيت كونتر نوتنغهام. والمدافع الثالث باش يكون هو استيفي مدافع بيرنلي اللي بدات بالخايب قبل 3 ماتش باش يكون كونتر ساندرلاند الصاعد حديثا. ولهنا انا باش نقمر باش نقول شنو باش نقمر انه بيرنلي بانت بوجه خايب على خاطر توتنهام باهيه، وباش نقول اللي ساندرلاند بدات بوجه باهي على خاطر ويست هام خايبه.
بار كونتر كان يلعبوا كونتر بعضهم في ستاد بيرنلي، وبيرنلي معروفه فريق دفاعي ممتاز برشا، ممكن هجوميا خايبين ولكن دفاعيا عندهم القدره انهم يدافعوا وانهم يخرجوا بكليشيت كونتر ساندرلاند. بالنسبه لوسط الميدان براتيكمون ما بدلتش فيه، يعني باش يكون عندنا مبومو كونتر فولهام، بومو ورا وجه باهي ضيع برشا كور صحيح كونتر ارسنال، اليونايتد كورت احسن من ارسنال ديجا لابس من اليونايتد على خاطر نتوقع عوده لليونايتد السنه، الماتش الاول كان باهي على الاخر، مشكلتهم في انهاء الفرص وكهو شويه وقت كونيا شويه وقت لمبومو شويه وقت لسيسكو، وتشوف اليونايتد هجوميا كيفاش تولي الحق بدات بدايه باهيه، وكونتر فولهام نتوقعها باش تربح ونتوقع مبومو باش يماركي. الثاني هو قدوس كونتر مانشستر سيتي، قدوس قنبله نتاع جمال سحار يا خويا قدوس غم حليك يا خويا قدوس انت رائع بالرسمي انت رائع. الماتش الاول اوكي كونتر بيرنلي ينجم ما يتعاودش، الماتش يكون كونتر مانشستر سيتي البرا، السيتي اللي نهى الماتش الاول صحيح ربحت 4 بليش كونتر الولفز ولكن دفاعها ما كانش احسن حاجه، ضربت برشا في الظهر قبلت بونش ولكن طلعوا رجل، يعني ماهيش احسن حاجه دفاعيا. توتنهام فريق منظم ابارامون مع توماس فرانك فريق منظم، دونك قدوس ينجم يخرج بحاجه. الثالث هو داوش بريهال وسط ميدان فريق ايفرتون بدايه سيئه اللي ايفرتون ماتش الاول خايب كونتر ليدز، توقعتكم باش تعملوا حاجه خير من هكاك ولكن كي يجي خمم تاريخيا ايفرتون ديما تبدا بالخايب ايفرتون. دونك انا شنو نقول، انا عندي داوش بريهال كونتر دي كويبر، كان داوش بريهال ماركه ياك مرحبا، كان ما ماركاش وايفرتون ما عملت شيء تيهاكا دي كوبر كليشيت، دونك هاكا 1 كونتر 1 ربي يستر لا ايفرتون تماركي ومش ديوش بريها ربي يستر. اخر زوز باش يكونوا هما جاكبو وصلاح، الثنائي كانوا ممتازين. بون صلاح الحق تعبنا باش ماركا البونتو، تعبنا صلاح باش ماركا البونتو ولكن في الاخر الكل ماركاه في اخر دقيقه. ونحب نقول معلومه صغيره، صلاح في المساهمات الدفاعيه عمل 10 مساهمات دفاعيه تاع الفات، كان ناقصينه زوز وياخذ 2 بوان مساهمات دفاعيه، يعني راقب بالحق انا شخصيا تفاجأت. بالنسبه لجاكبو مقتنع اللي مازال ما عندوش حتى منافسه في المركز بتاعه، قاعد يلعب مليح كي تجيه كوره باهيه كيما البونتو يماركي. دونك جاكبو شوا بالحق ممتاز من ليفربول، وتقريبا كل لي شوا اللي في ليفربول هجوميا ممتازين، جوست فيلز يفيق لهم. وفي الهجوم باش يكون عندنا البومبر هالاند كونتر توتنهام في ملعب الاتحاد. بون ماتش صعيب مش سهل صحيح، مي هالاند انا نتوقعه ينجم يواصل يماركي الحق معناتها، سورتو الانتدابات الجديده تاع تشيلسي تاع السيتي ممتعين فريمون ممتعين، يعني ترافورد ممتاز، ايتوني ممتاز، رايندرز ممتاز، شرقي ممتاز. الانتدابات رفعوا في الكايتين تاع السيتي وخلاو برشا كور توصل لهالاند على غير عمناو اللي كانت بريسك شايحه. دونك هالاند وصلوا له برشا كور، هالاند قادر انه توا يسجل كونتر اي خصم نتوقع. دونك ماتش كونتر توتنهام نتوقع هالاند ينجم يعمل حاجه. المواجهه الثاني تاعي شكون هو بوين كونتر تشيلسي في ملعب لندن ستاديوم اللي هو ملعب ويست هام. ما نكذبش عليك بوين نجم نقول هذه فرصتك الاخيره ولا قبل الاخيره. اوكي كالعاده عندي سانشيز، كان بوين ماركا هاكا مرحبا، كان ما ماركاش هاكا سانشيز كليشيت. دونك عندي زوز منا وزوز منا 4 من الناس كونتر بعضهم فوزوا اموركم. المهم اخرجوا لي منكم جماعه ببوانت. وبالنسبه للبنك شكون على دوبرافكا كونتر ساندرلاند، الحق خممت اني نلعب دوبل دوبرافكا واستيفي، فهذيك قلت لا برجولي ريسكي برشا، نخلي سانشيز هاكا الكارتيان ومع استيفي. بالنسبه لبيروي هو المهاجم حتى الان هو المهاجم الاول. باش يكون عندنا فان ديفين كونتر السيتي، حق نتوقع السيتي باش تماركي. باش يكون عندنا وان بيساكا كونتر تشيلسي، ما عنديش ثقه ديفونس ويست هام كونتر تشيلسي. خيارات الكابتن المضمونين بالنسبه لي هما زوز. الخيار الاول هو صلاح كونتر نيوكاسل، الماتش يكون صعيب مش واضح، الماتش يكون صعيب، نيوكاسل جاي مخلق على ليفربول وليفربول تلعب خارج قواعدها، دونك ماتش يكون صعيب على صلاح، ولكن يبقى في الاخر صلاح ينجم يماركي كونتر اي فريق. والثاني يكون هو هالاند كونتر توتنهام، ماتش ماهوش سهل كيف لكن نتوقع هالاند بالفورم اللي كنت نحكي فيه الكل قادر انه يماركي، وبيان سور الكابيتان تاعنا احنا باش يكون هو هالاند. الخيارات المجنونه حسب رايي انا هما 3: بالمر كونتر ويست هام، بالمر ينجم يعمل حاجه كونتر ويست هام الخايب، واتكينز كونتر برينتفورد، نتوقع واتكينز ينجم يعمل الاستفاقه نتاعو في الماتش الثاني كونتر برينتفورد، وساكا كونتر ليدز. لو ساكا عندك نجم يكون الماتش في بلاده كونتر ليدز ينجم يعمل منه حاجه. دونك كان هذا الكلام تاعنا في الفانتازي اليوم. نتوقع سافا الامور الحق بدايه سافا، شويه صبر شويه كذا. اللي عنده اي سؤال يبعث لي في الانستغرام ولا يكتب لي كومنتير لهنا. شنو نجم نقول اخر وي اكاش جيم اكاش سبسكرايب اكاش بارتاج اكاش تعرف صاحبك ابعث له كذا، ماهيش نصي كان تعرفني نعرفوا بعضنا مديده توا. دونك ميرسي بوكو ورزو جول.